هو ممكن العميل يبقى مصدر الاعتراض هو نفسه، مصدر نفسه. طب اديك مثال. طب اقول لك على حاجه. عميل ما عندوش مشكله مع البرودكت وشايفه كويس وشايف الشركه كويسه وكل الامور تمام، بس عميل شكاك، سكيبتك يعني شكاك. بيقول ايه؟ طب انا اضمن منين ان هم اللي قالوه ده صح؟ طب وانا اضمن منين انه يجيب إيه؟ طب ما اللي في ايدي ماشي وخلاص والدنيا ماشيه. هو فين مصدر الاعتراض هنا؟ شكه هو مصدر اعتراض. هو مش هيجرب عشان مش شايف البرودكت بتاعك وحش، عشان هو انسان عايش في الكمفورت زون والدنيا ماشيه على كده وخلاص. فبقى مصدر الاعتراض مين؟ هو نفسه. طب هل ده يا عبد الله انا مطالب بقى ان انا احل الكيس دي؟ ليه؟ كل ما يمنع العميل المحتمل بعد ما كلمته عشان يبقى عميل وفي سبب هنا منعه، حتى لو كان الوقت ضيق فبيعترض، مشكلتي ان انا احله. اقول تاني بقى، هل الاعتراض كل ما يقوله الكاستمر مش عاجبه عن البرودكت بتاعك؟ صح ولا غلط؟ سواء قالوا او ما قالوش بتاعي، سواء كان عن البرودكت او اي سبب تاني بتاعي. انا دوري ان انا اي حيطه منعاني ان الراجل ده يشتري مني او يكتب لي البرودكت لازم اتخطاها وابيع. دي النقطه الاولى. السؤال الثاني، هل الاعتراض حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟